السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني خالص بجد، يعني بقالي 4 5 ايام كده ما بعملش فيديوهات. يعني كنت تعبانه، وطبعا صوتي باين عليه البرد اهو. هو دور برد يعني عادي، مش حاجه وحشه يعني، لا قدر الله انتوا فاهميني، بس هو دور برد عادي يعني الحمد لله. فانا كنت في اسكندريه زي ما انا كنت مصوره لكم الدنيا وهي بتمطر يعني في الشتاء في اسكندرية. وبعدين رجعت البيت، ما قدرتش اعمل اي حاجة، انا بحكي لكم هنا. وبعدين حسيت ان صوتي بقى خالص يعني البرد مأثر، فقلت لا ابقى اسجل صوتي يعني. فما عملتش اي حاجة. قعدت يوم كامل كده ما قدرتش اعمل اي حاجه خالص، بس عملت روتين تاني يوم بقى. عملت روتين في الشقه كده، هبقى انزله لكم برضو. بس النهارده قلت جبت مشتريات، نزلت السوق ونزلت السوبر ماركت. جبت مشتريات ولبست المريله، وقلت بقى ان شاء الله هبدأ معاكم. ونشوف اليوم بتاعنا طويل جدا، ربنا يعيني ان شاء الله، لاني فعلا انا لسه تعبانه. بس تعالوا بقى نشوف ايه الحاجه اللي انا جبتها. بص، اول حاجه انا رحت طبعا عند الجزار لان ما كانش عندي حاجه في الفريزر. يعني انا سافرت وقلت بقى لما ارجع اجيب حاجتي يعني. ما رضيتش اجيب لحمه، قلت اجيب المره دي بفتيك. جبت كيلو بفتيك اهو. من عند الجزار، طبعا سعر البفتيك زي سعر اللحمه. وكمان جبت كبده بلدي، اهو جبت ده نص كيلو، جبت نصين. كبده بلدي برضو حلوه ومغذيه يعني، لاني الفتره دي انا حاسه ان الانيميا عندي عاليه شويه. فقلت اجيب كبده يعني. وكمان جبت لحمه مفرومه. وبخلي الجزار اللي انا بتعامل معاه بيقسم لي كل نص لوحده، ولما عاوز يعني لو انا حاسه ان هو مش هيكفي بطلع نص تاني معايا عادي. بس ممكن انا مثلا اعمل صينيه مكرونه فبحتاج نص كيلو بس. فعلشان كده بقسم نص. وبصوا بقى الطريقه دي، انا بحط اللحمه بالطريقه دي كده علشان ما تاخدش مساحة. وتاني حاجة لما اجي اطلعها من الفريزر تفك على طول. بصوا كده بحطها بقى فوق بعد كده. ده كده كانت اللحوم اللي انا جبتها من عند الجزار. دي اول حاجة كده خالص. جبت برضو فراخ. طبعا فراخ رخيصة جدا، واحنا عارفين اليومين دول. يا رب بس تفضل كده على طول. بصوا الفراخ جايه لي نضيفة ما شاء الله. بتعامل مع واحد بيجيب لي الفراخ زي الفل، ولا فيها اي ريحه ولا اي حاجه. جبت من عنده برضو بانيه. البانيه النهارده كان ب55. جبت من عنده 2 كيلو. بصوا البانيه عامل ازاي. بيحطهولي كمان عليه ليمون كده وبيظبط لي الدنيا بصراحه. وجبت كمان صدر كامل كده علشان هعمله زي ستريبس. الولاد يعني عايزين منه يعني ستريبس، فقلت ايه. جبت كده بانيه وفراخ، وجبت كمان ال الستريبس زي ما بقول لكم الصدر كده. وجبت فرخه سبتها كامله على بعض عشان لو هعملها في الكيس الحراري او كده. نرجع بقى تاني نشوف كمان المشتريات اللي انا جبتها من السوق. بصوا البتنجان الجميل ده، احنا بنقول عليه عندنا هنا محني مخدد زي ما بتسموه بقى في بلدكم، يعني احنا بنسميه كده. ده جبته كيلو ونص ب10. قلت هعمل أكلة محشي كده. بس مخفة طبعا علشان أعرف أكلها يعني. وكمان جبت الخيار ده، خيار بلدي، جبته كيلو ونص ب10. هنا كنت بفتكر بقى بقول لكم كيلو ونص ب10 الخيار. يعني الأسعار إلى حد ما بدأت تتظبط شوية. كمان جبت البصل برضو كيلو ونص ب10. البصل الابيض، عايزه اقول لكم ان انا بحب البصل الابيض. بصوا شكلها، بقول لكم بتبقى مدوره كده البصلايه وما فيهاش اي خبطه ولا اي حاجه عشان تعيش معاكي كده شويه. البصل الابيض انا بحبه جدا في الاكل. كمان الفلفل جبت كيلو ونص ب10. اخدتهم يعني خدت على قدي اللي يكفيني الاسبوع، كيلو الا ربع ب5 جنيه. بصوا بقى الشتا بقى ده عايز الخس ده ما يتقطعش من البيت. مفيد جدا. وكمان يعني مفيد للولاد وفيتامينات يعني. نحطه كده، اغسليه، هقولك تغسليه ازاي وتحطيه قدامهم علشان خاطر ياكلوا منه على طول. كمان جبت بتنجان، اللي هو البتنجان الرومي. برضو جبته كيلو ونص ب10. وتقريبا كل حاجة النهاردة كانت الكيلو ونص. كمان جبت بتنجان اللي هو الاسود ده عشان هعمله مخلل. مخلل بتنجان برضو بيبقى جميل كده جنب الاكل وبيفتح النفس. خضرة بقى مش عايزة اقولكم مش بستغنى عنها خالص. آه، يعني لازم التلاجة بتاعتي تكون فيها خضار بتاع المحشي ده المشكل. والطماطم النهاردة جبتها كيلو وربع ب10. هي كانت ب16 وب15 الأسبوع اللي فات. النهاردة جبتها كيلو وربع ب10. أنا عندي هنا كنت عاملة معاكم فيديو قبل كده قريب، عاملة في الفريزر عندي طماطم مخزناها للأكل للطبيخ وكده.
فجبت طماطم على قد بس الاستخدام جامده. بصوا بقى الكوسه عامله ازاي، جميله جدا جدا. الكوسه بتاعت الشتا دي برضو كيلو ونص ب10 برضو، مفيده جدا ومغذيه للقلب وينفعش ان انت يعني تقطعيها من بيتك. والجزر جميل ازاي، كان طب بصراحه كان طازه. جبته برضو الكيلو ونص ب10. هو تقريبا النهارده الخضار كله اكتره كيلو ونص ب10. فجبت على ما يكفيني، ما كترتش. وكمان جبت بقى حاجات من السوبر ماركت، جبت لبن، انا بجيب الكيس الكبير ده لان المراعي بصراحة هو حلو بس ما بيقعدش خالص. احنا اللبن ده عندنا يعني نسكافيه بقى والحاجات دي كلها مستغناش عنه، شاي باللبن للولاد كده يعني. كمان جبت شوية بهارات وجبت فول عشان ادمسه، هعمل لكم فيديو تدميس فول، وكمان نعمل الطعمية مع بعض وما نشتريش حاجة من بره خالص. بصوا بقى جبت ايه، جبت لهم بليلة اللي هي القمح ده علشان خاطر هو مفيد جدا جدا، وكمان حلو في الشتاء بيدفي كده. وفكرت كده اعمل اي حاجه، اجيب لهم اي حاجه بالليل واحنا قاعدين. بصوا بقى سحلب، انا جبت سحلب، ما رضيتش اجيب اللي هو الجاهز، فانا جبت ده من عند العطار. هنا مشهور عندي الخير والبركه يعني، بجيب منه. جبت الربع ده ب10 جنيه، محوج وحاطط عليه سوداني وزبيب وكل حاجه. برضو بص قلت عايزه اغير شويه بقى المسحوق الغسيل بتاعي، هدي الغساله بتاعتي دوره خل. قلت جربت التايد ده 5 كيلو ده المركز. ده جبته ب56 جنيه. كمان بجيب اوكسي او برسيل جل الاسود للالوان الغوامق الاسودات وكده. بس كده. يعني وجبت شويه جبن. بقول لكم ايه رايكم في المرياله الحلوه دي عليا. جبت شويه جبن وجبت شويه حاجات. بس بصراحه مش عارفه مصورتهاش ليه يعني. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بصوا اللبن بقى انا ما بسيبوش كده في الكيس، انا بعمله له ازازه مخصوص، ازاز بتحافظ على اللبن وعلشان خاطر يقعد عندي يعني. ما يبقاش الولاد لو حابين يشربوا لبن وانا مش موجوده بياخدوش من الكيس من التلاجة ويبهدلوا لي الدنيا خالص في التلاجة. فبصراحه بهتم بالتفاصيل دي. هنا بقى بصوا بفضي بقى اللبن في الازازه كده وبطلعه. وهنا بقى بدات بسرعه كده عشان خاطر اليوم بتاعنا طويل. الخضار بقى بتاع اللي انا جايباه حطيته بقى في العلب بتاعته. بصوا بقى دي العلبه كانت عندي. شفت الخضار فيها لو سليم وكده، فلقيت السليم طبعا عشان انا بحافظ على الخضار. وعلى طول ايدي باول باول بحطها في التلاجة. واطلع الحاجه اللي ملهاش لازمه، الحاجه طرية الحاجه اللي اتعملت. المهم ان انا احافظ على تلاجتي ودايما تلاجتي نظيفه. جبت بقى طحينه كمان فضيتها في البرطمان بتاعها. وبدأت زي ما انتم شايفين كده ارص الخضار والعلب بتاعتي في التلاجة، محافظة على تلاجتي علشان خاطر ايه تبقى على طول نظيفة. هنا بقى الفراخ طبعا انا حطاها في مية وملح في الحوض. فقلت اعمل ايه، فقلت اعمل لهم غدا بسرعة. امال بقى ايه، مش هغديهم، لازم اغديهم. فبدأت ان انا افكر اعمل ايه. رحت مطلعه كيس من البفتيك، طبق من البفتيك اللي انا جايباه. وقلت اعمل لهم بفتيك كده النهارده بالبصل كده زي الكباب الحله خفيف كده، بيبقى بصراحة احسن من المقلي اللي هو اللي بيتعمل بالبقسماط والحاجات دي. بقول لكم هنا في البصل الابيض بيبقى جميل جدا للاكل. ما بيغمقش الاكل وبيبقى مسكر كده وطعمه جميل بصراحة في الاكل. بس كده حبايبي ومعايا البفتيك اهو. هبدأ بقى انزله من الكيس علشان اغسله. في ناس مش بتغسل بفتيك بس بصراحة انا بحب اغسله يعني علشان خاطر يعني مكان ايد الجزار لو بيقطع او بيعمل. فانا بغسله علشان اكون مطمنة يعني. لان انتي بتبقي مسؤولة عن صحة ولادك كلهم، فلازم تكوني حاجتك غسلاها. بقول لكم هغسلها وارجع لكم تاني. غسلت بقى البفتيك بتاعي وبدأت بقى جبت الجريلا بتاعتي وهنزل اشتغل. بصوا يا حبايبي الطريقة دي جميلة جدا. اول حاجة انا عايزة ادي للحمة، طبعا هي ستيك خالص شرايح خالص يعني رقيقة يعني. فانا لو هعملها بالبيض والبقسماط اللي هو زي ال السكالوب يعني بعمله بدقه. لكن انا هنا مش محتاجه ادق ولا اي حاجه، انا كده كده هو رقيق رقيق يعني وهيستوي على طول. هدي اللحمه بتاعتي صدمه، هحطها كده في الجريلا. شايفين بقى اديلها صدمه كده علشان تحبس السوائل جوه الانسجه بتاعتها وتطلع الدم اللي فيها اهو.
من غير ما انزل بالبصل ولا اي حاجه. دي اول حاجه انا عملتها. عايزه اقول لكم بقى تجربتي مع مرياله المطبخ. بصراحه انا سبب ان انا باعيه ان انا دايما مش بلبس مرياله مطبخ ولا حاجه، بقف على الحوض، وطبعا بضطر ان انا تبهدل يعني الميه تبهدل بطني كده وهدومي تتغرق، ودايما اكون عيانه في الشتاء ده. فبصراحه بقى قلت لا، ما ينفعش كده، احترم نفسي بقى واجيب مرياله علشان احافظ بقى على نفسي، علشان متابعين اللي مستنيين كل يوم فيديو من فيديوهات السوم. فادعوا لي كده دور البرد ده يعدي على خير، علشان بجد والله كنت بشتغل وانا تعبانه جدا، ودعيت قلت يا رب يعني على قد ما انا تعبانه ربنا يعني يقويني، على قد ما انا تعبانه وقفت لاولادي ربنا يقويني. هنا بقى بصوا شوفوا اللحمه طلعت الدم بتاعها ازاي. بقلبها كده، بديلها صدمه من الناحيتين. وهنا ضربت 3 البصلات في الكبه ونعمتهم خالص. تقدري ان انت لو عايزه تقطعيهم او تعمليهم حلقات او تبشريهم بالمبشره اللي يريحك. عايزه اقول لكم من ساعه ما جبت الجريلا دي وهي مريحاني جدا جدا. فجميله بصراحه، وكانت سعرها عامل 300 جنيه، مش غاليه يعني. بس بصراحه جميله جدا وبتوفر معايا في الوقت يعني مش بتبهدل لي البوتاجاز ولا اي حاجه، بتغطي بيها يعني. بس كده شايفين بقى اللحمه شربت نزلت الصوص بتاعها وشربته اهو. ما حطيتلهاش اي حاجه خالص. تقدري كمان تحطي مكعب زبده مكان الزيت، بس انا علشان يعني عايزاها تبقى خفيفه شويه عشان ما تتعبش جوزي يعني وكده، فعملتها زي ما قلت لكم كده بزيت. شايفين بقى الصوص اللي نازل ده؟ هو ده بقى المطلوب. هشيل بقى اللحمه دي كده في طبق، وهتشوفوا هنعمل ايه دلوقتي. عايزه اقول لكم الروتين ده بتاع النهارده بعمله يوم كده اول الشهر وبرتاح عليه بقيه الشهر خالص. بيبقى عندي كمان ساعات، كمان لو ما عنديش طماطم كان زماني جبت طماطم وضربتها وعملتها في اكياس. وعندي حاجتي بقى كده في الفريزر، اطلع طماطم، عندي الخضار جايباه، عندي اللحمه في الفريزر، مش هلبس وانزل اشتري كل يوم. بصراحه بيوفر معايا في الفلوس، بيوفر معايا في الوقت والمجهود. يعني شوفي كده، حاولي تاخدي مصروفك بالاسبوع او بالشهر، هاتي حاجتك وخليها في الفريزر. والله العظيم بجد بجد راحة راحة. انا كنت قبل كده باخد يعني بجيب حاجتي يوم بيوم، ما كنتش بحب احط لحوم او اي حاجة. بس انا دلوقتي جربت، يعني انا مش بقعد الحاجة اكتر من اسبوعين في الفريزر او شهر بالكتير قوي. يعني اللحمة مثلا لو جبتها ممكن تقعد للشهر. الفراخ ممكن ما تكترش عن كده. وبعود نفسي ما اجيبش حاجه طول ما انا عندي، يعني لما الحاجه اللي عندي بتخلص بجيب. نرجع بقى تاني هنا كده للبفتيك الحلو بتاعنا ده. بصوا بقى البصله نزلتها، حطيت لها شويه زيت بس علشان كان محتاجه يعني. وبدات اشوح فيها لغايه لما اديت لها اللون الحلو ده، خدت اللون ده من الصوص اللي نزل من اللحمه. وهرجع ارجع اللحمه تاني في الجريلا بتاعتي اهو. هقلب بقى، اديله كده تقليبه، واخلي البصل كده من فوق ومن تحت. عايزه اقولك انا مكتره. حد يقول لي انت مكتره البصل؟ انا ولادي بيحبوا البصل بالصوص ده جدا اكتر من اللحمه نفسها. يعني عايزه اقول لكم بيتخانقوا عليه على الاكل، عايزين البصل والصوص ده. فانا هنا بصراحه يعني يعتبر حاجه بوفر يعني. نص كيلو اللحمه البفتيك كترتها بالبصل، وعملت وجبه والله العظيم. كان لما كمان يعني الولاد شبعوا. انت كده كده لما بتروحي مطعم بيحط لك قطعه ستيك مع شويه رز وبطاطس، صح كده؟ احنا مش هناكل اكتر من كده يعني. هنا بقى نزلت عليها برشه من جوز الطيب فريش كده. انا ما بحبش اشتريها يعني تكون بودر، لا انا بحب ابشرها في ساعتها. وكمان هنزل برشه من الفلفل الاسود، وكمان عندي بهارات لحمه هنزل برضو برشه منها كده. كل المنكهات دي بتخلي طعم اللحمة حلو. وما تحطيش اكتر من كده علشان ما تغيريش طعم اللحمة بتاعتك. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا جدا وهتعجب ولادك. وكمان لو عندك عزومة هيبقى طبق كده شكله شيك في وسط السفرة اللي انت عاملاها. عايزه اقول لكم انا بحسس على البوتاجاز خالص، يعني شوفوا بحاول ان انا ما بهدلش الدنيا علشان ما اقعدش اشيل انا بصراحه طول النهار بغسل في البوتاجاز عشان احافظ يعني عليه. فزي ما انا بقول لكم كده الجريلا دي وفرت لي كتير قوي، ما بهدلتليش الدنيا. نزلت هنا بكوبايه كده من الميه علشان خاطر يستوي بقى البفتيك بتاعي. ووطي النار عليه خالص زي الشمعة وسيبه بقى يستوي براحته.
هنا بقى يا حبايبي ايه، طب هعمل جنبه ايه؟ طب مكرونه؟ لا، فكرت قلت حاجه خفيفه، فهعمل رز ابيض. جبت معلقه من السمنه البلدي وكمان شويه من زيت الذره، وهنزل بالرز بتاعي مغسول، كوبايتين 2 من الرز المغسول كويس جدا ومصفيه من الميه. وبرضو هنا رحت شغلت الكتل بتاع الميه عشان خاطر انا عايزه ميه سخنه للرز. بصوا بقى هنا يعني عايزه اقول لكم على سر يخلي الرز الابيض بتاعك حلو. تعملي ايه؟ تحطي عليه 3 فصوص حبهان وانتي بتعملي كده الرز الابيض، وانتي بتشوحيه شوحي معاه الحبهان، بتديله كمان طعم حلو قوي وبتخلي الرز طعمه جميل. اهو هنزل بقى اقلب كده الرز، هشوحه شوية، انزل بملح، وهشوح الرز بتاعي في معلقة السمنة البلدي والزيت علشان خاطر الرز كله يتشمع، ولما انزل عليه بالمية السخنة يبقى مفرفر كده ومش معجن. عايزه اقول لكم والله انا يعني اليومين دول على قد ما اقدر بشرب ليمون وبحاول ان انا اطلع من الدور اللي انا فيه ده، لان عايزه اعمل لكم فيديوهات حلوه قوي قوي. وانا موعداكم لسه فيديو العقاب بتاع التحدي بتاعنا بتاع البيتزا لسه ما خرجناش، فان شاء الله لما نخرج اخف بس كده ونخرج ونعمل ال الفيديو باذن الله بتاع العقاب بتاعنا، وهعزمهم بره. بس انا ما نسيتش، بس والله انا فعلا تعبانه فمأجلها شويه لغايه بس لما اخف عشان اقدر اطلع واكل براحتي يعني. هنا بقى حبايبي اللحمه بوريكم شكلها، بصوا بتستوي بقى كده، ريحتها عايزه اقول لكم خطيره. بس كده خلاص الاكل بتاعي الغدا بتاعي خلص. طيب انا اعمل ايه بقى؟ فعلى بقى ما الاكل بيستوي براحته خالص، فدخلت بقى على الفراخ اللي انا كنت نقعاها علشان اغسلها واخلص يومي كده واخلص المطبخ، لاني فعلا بجد بجد تعبت. طبعا سوق وسوبر ماركت ورحت عند الجزار وجبت طلبات البيت وجيت عملت فطار كمان الاول فبصراحة وكمان انا تعبانه، فاليوم كان بصراحه صعب جدا. بس بذكر الله تطمئن القلوب، يعني طول ما انا واقفه بذكر الله واصلي على الرسول وبقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يا رب قويني. وان شاء الله الحمد لله ربنا قواني. وزي ما انتم شايفين كده خلصت الفراخ ونضفتها، وكمان حطيتها في كيستها في اكياس، وعملت على قد عددنا. وكمان هنا الخس غسلته وبحط الخس كده بعمله بفصصه كده من بعض علشان لو في طينه ولا اي حاجه، ونقعته في ميه وخل. عايزه اقول لكم بقى وبغسل. وهنا كمان شلت الورق بتاعه لقيته جميل، قلت لما اعمل محشي بتنجان هبقى اعمل محشي ورق خس بيبقى جميل جدا. ونضفت الحوض وخلصت اللي ورايا وهغرف لهم الاكل علشان نتغدى بقى. بصوا بقى الاكل، قلت جنبها شويه بطاطس والرز الابيض وكمان لحمه زي ما انتم شايفينها كده. الطبق جميل وشكله يفتح النفس. والله الفيديو النهارده يستاهل تحطوا له اللايك علشان فعلا انا تعبت. ولو انت اول مره تشتركي عندي في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو انا بعمله. خلي الجرس على كلمه الكل. ويا رب يكون الفيديو النهارده بتاعي عجبكم والروتين يكون سهل وبسيط عليكم. قومي كده من تحت بطانيتك وتشجعي واعملي لاولادك كل حاجه حلوه. ان شاء الله اقابلكم بكره باذن الله في فيديو جديد من مطبخ